طب ليه ما نقولش انها غلطه ونعديها لها؟ يعني ليه واقفين لها على الواحده؟ ما هو احنا مش واقفين لها على الواحده. هقول لك على ما حدش فينا ملاك، فانا بدام انا مش ملاك فما اطلعش اقول للناس ما تعملوش مش عارفه ايه وتعملوا ايه انا بطلع مثلا انصح الناس ما تبعتيش يا حبيبتي صور لراجل، ما بقاش انا بنصح الناس وببقى بقول لها ما تبعتيش صورك لواحد وما تعمليش مش عارفه ايه، وانا ببقى على الجانب المظلم اللي ما حدش بيشوفه. انا ببعت الصور ما تلبسوش مش عارفه ايه وما تعملوش ايه وما تكلموش ايه، او بلاش تلبسوا لبس مكشوف في الشوارع عشان التحرش بتاعت الرجاله، ويجي حد مصورني وانا في الباص وانا لابسه لبس قصير وعريان. على الرغم ان تصيد الخطأ عندك هو مختلف تماما عن تصيد الخطأ عندها، لان هي غفلت عن نقطة مهمة قوي، انها رمز ديني، الناس بقت بتبص لها بنظرة الداعية. بصي احنا مش عارفين هي درست ايه، وحتى كميه الهجوم عليها دلوقتي، هي ما طلعتش قالت انا درست بقى حاجه ليها علاقه بالدين عشان يقال عني داعيه، او هي اللي معروف ان هي كانت مخرجه بتاعت اعلانات وعامله كليبات والتوتو ني وحاجات كده، اغاني كده قديمه، فتلاقي لو انت عندك دراسه في هذا الموضوع تلاقي اتكلمي عنه. انت مش دارسه شريعه فالناس دلوقتي بتهاجمك، فاطلعي يعني قولي وضحي القصه عامله ازاي، دافعي عن نفسك على الأقل. دافعي عن نفسك بالظبط. انت بتدي نصايح دينيه او بتتكلمي بطريقه دينيه، حاولي ما تخليهاش توسع منك او بشكل تاني، او ممكن تطلع تعتذر عن الموضوع. لا بصي، لا الشخصيات دي ما بتطلعش تعتذر، الشخصيات دي بتقول انا صح طول الوقت. صحيح. انا صح طول الوقت، انا مش هقول انا غلط او انا اختلفت معاكم وانتوا بتختلفوا معايا، لا ما هو لا انا مش هقول، انا مش هطلع نفسي ان انا كذابه او انا ما عنديش ثقافه او انا عبيطه مثلا في الحته دي، لا انا ايه ده انتوا اصلا اللي عندكم نقص في الموضوع، انا طالعه بشيل التراب من على عينيكم عشان انتوا ضاع اسلامنا اختاه.